السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم الكورة مع ياسين. لو أول مرة تشوفني انزل حط لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ بأول الأخبار. جوميز يجهز مفاجأتين للأهلي. كشف الإعلامي مدحت شلبي عن مفاجأة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، وأكد أن جوميز يفكر بالدفع بالثنائي محمد حمدي والبولندي كونراد بالتشكيلة الأساسية للزمالك بالسوبر الإفريقي، وأشار إلى أن البرتغالي أبدى سعادته بمستوى الثنائي بالمران الأخير، وينوي الدفع بمحمد حمدي بالجانب الأيسر مع عودة عمر جابر مركزه الأساسي بالأيمن، وشدد على أن البولندي سيتواجد بمركز الجناح المهاجم على حساب مصطفى شلبي الذي سيبقى ورقة رابحة على دكة البدلاء. تصنيف الفرق ال16 الصاعدة إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية. انتهت فعاليات دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي يشارك بها الزمالك وهو حامل لقب البطولة، وصعد مع الزمالك الذي فاز على الشرطة الكيني 15 فريق ليكتمل عقد الدور ال16 من البطولة، وهو الدور الذي ننتظره قرعة دور المجموعات منه يوم 7 أكتوبر القادم. وجاءت تصنيف الأندية الصاعدة إلى دور ال16 على النحو التالي: التصنيف الأول الزمالك ونهضة البركان وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة. التصنيف الثاني المصري والصفاقسي التونسي واستاد مالي واسك إبيجان الإيفواري. التصنيف الثالث انيمبا النيجيري، شباب قسطنطينية الجزائري، جرايف السنغالي، لويند سويل الأنغولي. التصنيف الرابع برافوز دو ميكيس الأنغولي، أوريب يونايتد البوتسواني، بلاك بولاز الموزمبيقي، ستيلي نبوش الجنوب الإفريقي. مدحت شلبي: الزمالك يفضل بين هذا الثنائي للخروج كإعارة. وضح الإعلامي مدحت شلبي أن يوجد اتجاه بمجلس إدارة النادي برئاسة كابتن حسين لبيب برحيل أحد مهاجمي الفريق، وأشار إلى وجود اتجاه برحيل أحد الثنائي حسام أشرف أو الوافد الجديد السنغالي السيدي نضاي بالانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة، وأكد على أن هذا الاتجاه يأتي للتواجد الثنائي التونسي سيف الجزيري وعمر فرج، حيث ينوي المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز الاعتماد على أحدهما أساسي والآخر بديل، وتابع بما يصعب المسألة حصول حسام أشرف والسنغالي على فرصة حقيقية مع القلعة البيضاء. وتم الأبيض سيحسم الأمر نهائيا بعد عودة بعثة الفريق من المملكة العربية السعودية عقب خوض مواجهة السوبر الأفريقي أمام الأهلي. إعلامي حسين لبيب حاول ضم ثلاثي بيراميدز، ولكن وضح الإعلامي محمد المحمودي سبب فشل ضم مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب ضم ثلاثي الفريق الأول الكرة بالزمالك، وأكد خلال تصريحاته على أن لبيب تدخل بشكل شخصي من أجل أن يعمل صفقة القرن، لكن الأمور لم تسير على ما يرام. وأشار إلى أن رئيس الزمالك تواصل رسميا مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي ومصطفى شلبي وأسامة جلال، وشدد على ممدوح عيد طلب لبيب التواصل مع مدير التسويق بالسماوي وحسين السيد عضو القلعة البيضاء هو من تواصل مع مدير التسويق. وأضاف مدير التسويق: أبلغوا أن سعر أسامة $1,000,000، وأبلغ أيضا بسعر رمضان ومصطفى، ولكن الأبيض استقر على إيقاف المفاوضات للمغالاة بالطلبات المالية. الزمالك يحفز لاعبيه قبل السوبر.
قررت إدارة نادي الزمالك صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حال الفوز ببطولة السوبر الإفريقي. ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة القادم في إطار السوبر الإفريقي على أراضي المملكة العربية السعودية. ليقرر مجلس إدارة نادي الزمالك لتحفيز اللاعبي الفريق، حيث تقرر تخصيص مكافآت كبيرة في حال الفوز بالبطولة. وتم التأكيد على أن هذه المكافأة في حال الفوز سيتم صرفها بصورة فورية. كما علمنا أن أعضاء من مجلس الإدارة أكدوا أن هذه المكافآت ستكون من حساباتهم الشخصية إلى خزينة النادي كي تصرف بشكل فوري. كما تم وعد اللاعبي الذي سيسجل في السوبر بمكافأة خاصة من أحد أعضاء مجلس الإدارة. كل هذا من باب تحفيز اللعيبة. كلمات نارية من إسلام صادق عن مؤامرات وحرب ضد الزمالك لخسارة اللقب الأفريقي. تحدث الناقد الرياضي إسلام صادق عن ما وصفه بالحرب القذرة ضد نادي الزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي. وبالفعل حرب قذرة ضد الزمالك كي يخسر البطولة. وأبسط أشكال هذه الحرب هي الإيحاء بأن الزمالك يفاوض ميكالي للتولي تدريب نادي الزمالك قبل أيام من السوبر الإفريقي لهدم استقرار بغض النظر جمهورنا الحبيب من موقفنا من جوميز. أسلام صادق تحدث عن ما أساليب وأشياء يتم تدبيرها ضد الزمالك، مؤكدا أنه أشياء أصبحت معروفة للجميع. وعبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب إسلام صادق قائلا: حرب قذرة ورائحتها كريهة لحصد البطولة بأي طريقة مهما كانت الأساليب التي يعتقدون أنها سرية لكنها مكشوفة للجميع. وكل ذلك يؤكد أنهم يفتقدون المنافسة الشريفة ولا يقدرون عليها سوى بطرق متلوية خارج الملعب. هذا هو صحيح فعلا. هذه الحرب تاني زي ما عملوها في نهائي دوري أبطال إفريقيا بيعملوها تاني في السوبر الإفريقي لهدم ومكانة نادي الزمالك. حسبي الله ونعم الوكيل. عرض ثالث لسيف فاروق جعفر. اللاعب وهو خارج الحسابات الفنية للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق منذ عودته للفريق في شهر يناير الماضي، إلى جانب عروض نادي غزل المحلة ونادي الاتحاد الإسكندري الذي يرغبون في التعاقد مع اللاعب سيف فاروق جعفر. اللاعب وهو خارج الحسابات الفنية للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق منذ عودته للفريق في شهر يناير الماضي. عدد من الأندية كما أخبرناكم بالأمس ترغب في ضم اللاعب، وهي نادي غزل المحلة ونادي الاتحاد الإسكندري. نادي جديد طلب ضم اللاعب وهو نادي فاركو الذي طلب التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. الأمر كله سيتم حسمه بعد مباراة السوبر الأفريقي بين القطبين، حيث سيحسم المجلس موقف اللاعب. ما علمناه من هنا في الزمالك أن العروض المقدمة اللاعب غير مرضية بالنسبة له، كأنه لا يريد الرحيل عن صفوف الزمالك، لكنه في ظل خروجه من الحسابات الفنية سيكون متضرر للخروج إلى أفضل عرض مقدم له. مصدر صفقة الزمالك الجديدة تتألق في تدريبات الزمالك. أكد مصدر من داخل نادي الزمالك أن البولندي كونراد لاعب الزمالك الجديد نال إعجاب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق. وأكد المصدر أن اللاعب خطف الأنظار في تدريبات الزمالك بسبب مستواه، حيث يقدم مستوى جيد ويخوض التدريبات بكل جدية وبقوة. وشدد المصدر أن اللاعب سيكون له دور مع الفريق في الفترات القادمة بسبب هذا المستوى المميز. ومتمنى المصدر أن يوفق اللاعب في تقديم مستوى جيد في المباريات. وفي سياق منفصل أعلم الزمالك أن
حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي سيتواجد في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة، حيث سيرافق البعثة البيضاء إلى السعودية، والتي يترأسها حسين لبيب رئيس نادي، ولكن على نفقته الخاصة وليس على نفقة النادي. ثنائي الفريق جاهزين لمباراة السوبر. أكد الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة جاهزية الثنائي مصطفى شلبي ونبيل دونجا، وذلك بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي لهم عقب إصابتهم أثناء مباراة الزمالك والشرطة الكيني. وبكده بتكون حلقتنا انتهت. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.